حبايبنا في نادي الزمالك لقوا ان الاجواء متاخده منهم في كاس العالم، فقال لك اما نمسي على الجماهير شويه. دلوقتي امبارح طلع المستشار مرتضى منصور قال لك ان في لعيبه كره اليد كلهم مقدمين شكوى في الاتحاد ان هم ما بياخدوش فلوس، وقال لك ان مفيش فلوس وهنقفل ظروفها وحاجات غريبه كده يعني. مع العلم ان دي ممكن تكون وسيله ضغط. يعني انت اللعيبه دي كلها عادي تتنازل عن الشكوى، مفيش مشكله، يعني دي شكوى جماعيه الفريق كله. ازاي طيب؟ يصحى لنا بقى كل الناس بالليل، كل الناس اللي هي الصحفيين الزملكاويه او الناس اللي هي صفحات على الفيسبوك، يصحوا كلهم الساعه واحدة بالليل ولا 2 بالليل بعد ما المستشار طلع قال الكلمتين دول، كلهم طالعين بيقولوا نفس السيناريو، يعني نفس السيناريو، كله نفس الكلام. يا جماعه والله كاس العالم شغال والدنيا حلوه، ما تشغلوش بالنا بالكلام الفاضي ده. وبعدين انت دلوقتي بتسخن الجماهير ولا بتسخن الناس ولا بتدعو للتعصب ولا ايه القصه بالظبط؟ يعني انت دلوقتي بتهيج الناس على ايه؟ على ممدوح عباس ولا على الدوله؟ انت بتضغط على مين؟ احنا نفسنا نفهم. انا راجل اهلاوي وماليش دعوه، بس عايز افهم الهيصه دي ليه؟ وبعدين بتجيبوا سيره الاهلي في النص ليه؟ الاهلي بيعمل احتفاليه مع الراعي الرسمي وخد فلوس قد يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ ما تروح دور على راعي ليك انت كمان، ولا انت بتضغط على الدوله ان هي تجيب لك فلوس ولا ايه بالظبط؟ احنا مالنا يا عم؟ شاغل بالك بالنادي الاهلي ليه؟ ما تركز في فرقتك طيب عشان تعرف تجيب لهم فلوس بدل ما تقفل ظروفها وتمشي. وبعدين يا ترى مين اللي هيتشتم النهارده؟ مش النهارده ميعاد الحلقه الموعوده؟ هنشوف بقى مين اللي هيتشتم النهارده وربنا يستر علينا جميعا.